مساء الخير بنات، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. اليوم حندير معكم طريقتي في تنظيف الدجاجة. هي طريقة سهلة جدا وبسيطة بمكونات موجودة في كل بيت. اذا نشوفوا مع بعض طريقة. هنا عندي هذه الدجاجة، حنحيلها كامل هذه الزوائد اللي ما ناكلوهمش من التحت والخارج. من الداخل كذلك نحيو إذا كان معها لزبا. كذلك جهة الرقبة هنا رايحة نيطواي نحي لها هذاك الشعر، يعني الخشن اللي نقدر نحكمه بالموس. وبعد ما نحيته هنا راح نشوطها، نشوط في الدجاجة تاعي بيت نحى هذاك الزغب الرقيق يعني اللي يكون في الدجاجة، نتخلص منه. بعد ما نكمل نتشواط هنا راني نحي بالموس هذاك يعني الزغب اللي تحرق لي كامل. شوفوا يعني في الموس كيفاه يتنحى. مهم الدجاجة تاعكم كامل لازم يعني تديروا لها هكذا العفسة بالموس. هنا راح نغسل الدجاج تاعي، حطيته في باسينه تحت العين، يعني درت لها 2 مغارف فرينه. هنا دور الفرينه مبيض يعني بيض، كذلك نحي هذاك الإدام تاع يعني كي شوطناها وكامل. هنا حنغسلها مليح، يعني نفركها بهذه الطريقة. راح نسيح الماء هذاك، نجيب شوية من الملح، يعني الملح ديروا كما تحبوا، نص حبة قارص، او اللي ما عندهاش القارص تقدر دير كذلك الخل. نحطوا الملح ونعصروا عليه القارص ونبداو نحكوا في الدجاجة تاعنا باه نتخلصوا من يعني هذوك الشوائب اللي كاين في الدجاج، وكذلك يعتبر معقم للدجاجة تاعنا من الداخل والخارج. نفرغوا لها مليح القارص، نعصروه مليح. هنا حنجيب زنجبيل، هذا هو العنصر الأساسي للدجاج للقضاء على الرائحة. نديروا الزنجبيل داخل الدجاجة ومن الخارج ونفرك بهذه الطريقة جيدا. ماذا بكم تخليوها لبضعة يعني بضع دقائق وتغسلوا الدجاجة تاعكم. انا هنا راني دوشتها ماشي غسلتها، يعني في الحقيقة نشتي الدجاج يكون نظيف. كل واحد يعني وطريقته، انا هذه هي طريقتي. ان شاء الله تعجبكم. فكرة بسيطة فقط خاصة للمبتدئات. هاي الدجاجة تاعي نظيفة. اذا عجبكم لا فيديو ما عليكم غير ديروا لي جيم وتبارطاجيو للاصدقاء، وكذلك ما تنساوش